عبد الحميد بن باديس وجهوده التربوية. عن المؤلف. من تأليف الباحث والكاتب الجزائري الدكتور مصطفى محمد حميداتو، ولد عام 1956 بمدينة الوادي بالجزائر، حاصل على عدة شهادات في تخصصات مختلفة: شهادة تقني في ميكانيك البترول، وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في اللغة الإنجليزية، شهادة الماجستير في العلوم السياسية، شهادة الماجستير في التفسير والحديث من الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد، شهادة الدكتوراه الدولة في الحديث الشريف. له العديد من المؤلفات المطبوعة: مدرسة الحديث في الأندلس، تلخيص المقال في علل الحديث ونقد الرجال، منهج نقد الحديث عند الحافظ ابن عبد البر، الإعلام بالخيرة الأعلام من أصحاب النبي عليه السلام، إضافة إلى العديد من المقالات العلمية المنشورة. عن الكتاب: كتابنا هو أحد كتب سلسلة كتب الأمة الصادرة عن مركز البحوث والدراسات، الذي يعمل على المساهمة في إعادة التشكيل الثقافي والوعي الحضاري. يقع الكتاب في 194 صفحة ثرية مقسمة لموضوعات، كل موضوع يتناول مرحلة من مراحل سيرة الشيخ المصلح والمجدد عبد الحميد بن باديس في رحلته الإصلاحية، بدءاً بنشأته وتعليمه، وصولاً لمدرسة ابن باديس التربوية. تصنيف الكتاب: الكتاب فكري تربوي يسلط الضوء على فكر الشيخ عبد الحميد بن باديس ورحلته الإصلاحية وجهوده التربوية، كما وضح الكاتب منهج الشيخ ابن باديس في الإصلاح التربوي الذي تنوع بين إصلاح المناهج والاعتماد على الدور التعليمي لجمعية العلماء المسلمين وإعداد المعلم والتأكيد على تعليم كل فئات المجتمع بما فيها المرأة، هذا إلى جانب توضيح خصائص مدرسة ابن باديس بتمسكه باللغة العربية وتنويع التعليم بين تعليم ديني مسجدي وتعليم مدرسي، وخصائص أخرى سنتعرف عليها عند الغوص في ثنايا الكتاب. أسلوب الكاتب: تميز بالبساطة والسلاسة وبلغة أكاديمية مباشرة. اقتباس من الكتاب: كرس الشيخ ابن باديس ربع قرن من حياته للقرآن، فصاغ نفسه واستولى على قلبه، ورسم منهجه طوال حياته، فجعله قاعدة أساسية ترتكز عليها تربيته وتعليمه للجيل، وكان همه أن يكون رجالاً قرآنيين يوجهون التاريخ ويغيرون الأمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسرنا في مؤسسة مشكاة أن نستضيف مجددا الدكتور بدران بن الحسن لمناقشة كتاب ابن باديس وجهوده التربوية. ونذكر بأن الدكتور بدران بن الحسن هو من مواليد الجزائر الشقيق، يحمل شهادة الدكتوراه في دراسة الحضارة والفلسفة، وهو أيضا أستاذ الحضارة الإسلامية وتاريخ الأديان، وباحث بمركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعي في جامعة قطر. الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع المسلم، ومحضن ذلك هو البيت وما يقدم فيه من تربية، وعماد ذلك كله هو المرأة المسلمة. فذكر ابن باديس مؤكدا على ذلك قوله: فالبيت هو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوين رجال، وتدين الأم هو أساس حفظ الدين والخلق. والضعف الذي نجده من ناحيتهما في رجالنا معظمه نشأ من عدم التربية الإسلامية في البيوت بسبب جهل الأمهات وقلة تدينهم. ومن هذا المنطلق عمدت مشكاة إلى تثقيف المرأة المسلمة وتحسين وتطوير دينها ومعرفتها بأحكام دينها وشرعها. نرحب بكم دكتور مجددا، ويسرنا أن نخبركم بأنه بفضل الله
أصداء المحاضرة السابقة كانت جدا إيجابية، والجميع أثنى بأسلوب حضراتكم الذي كان يمتاز بالسلاسة، مع أن الأفكار التي نتحدث عنها هي أفكار دسمة ومهمة. ننتظر بشوق محاضرتنا القادمة. تفضل على بركة الله. بارك الله فيك أختي الكريمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكرك على ما تفضلت عن المحاضرة السابقة، ونسأل الله أن يكتب لنا القبول ويشرح صدورنا ويحلل عقدة من لساننا لنستطيع أن نفهم ونفهم ونتعلم ونعلم، ويكون النقاش مثمر بإذن الله. بالنسبة لمحاضرتنا اليوم أو ندوتنا اليوم التي تتعلق بكتاب الجهود التربوية لابن باديس عليه رحمة الله، أو الكتاب الذي أو عبد الحميد بن باديس وجهوده التربوية عفوا، وهو من تأليف واحد من أساتذة الجامعة الجزائرية، الأخ والصديق والعالم والباحث القدير الدكتور حميداتو، حفظه الله ورعاه وبارك في عمره وزاده توفيقا ونفعا. وأنا أعرفه شخصيا وأعرف أخلاقه وحرصه على بث المعرفة وأداء دور العالم في التربية وفي تثقيف المجتمع وفي بناء الأجيال التي تستعيد لأمتنا دورها في تحقيق السيادة والريادة ومشروع الخلافة والشهادة على الناس. هذا الكتاب صدر في سلسلة كتب الأمة التي يصدرها مركز البحوث في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ويشرف عليها الأستاذ القدير الأستاذ عمر عبيد حسن. الأستاذ عمر عبيد حسن قدم تقديم لطيف جدا لهذا الكتاب، ووضعه في سياق أهمية ودراسة تجارب الإصلاح في أمتنا والاستفادة منها ومعرفة نقاط القوة والإنجاز والإيجابية، وأيضا معرفة نقاط الضعف لنتفاداها. وذلك يعتبر من صميم التخطيط والتفكير الاستراتيجي الذي نحتاجه، بحيث أن الإنسان لاستشرافه المستقبل لابد أن يعرف حاضره وماضيه وما تعرضت له أمتنا من تحديات، وكيف قام رجال الأمة ونساؤها بجهود الإصلاح والتغيير. وأشار الدكتور أو الأستاذ عمر عبيد حسن إلى أهمية النقد والتقويم والمراجعة والجرح والتعديل إذا صح التعبير، حتى نستفيد ونحفظ مكانة أولئك الرواد، ولكن في الوقت نفسه نستفيد من تجاربهم في تحديث أدوارنا اليوم والبناء على تلك التجارب وتفادي تلك الأخطاء ومراعاة الفوارق الزمنية والظروف التي كانوا فيها والظروف التي نحن فيها نحن، فندرك الثابت والمتغير وندرك الأوضاع التي ما زالت متشابهة وما تغير منها. وأشار الأستاذ عمر عبيد حسن إلى أهمية الجهد الذي قام به ابن باديس والذين كانوا معه في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من جهود البعث والإحياء والتغيير والإصلاح، انطلاقا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة، رافعين شعار إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكيف توزعت جهود ابن باديس على محاور عديدة من تعليم في المدارس وفي الإعلام والصحافة وفي المساجد والزوايا، وكيف اهتم بالبنين والبنات واهتم خاصة بتعليم المرأة، وركز كثيرا على أهمية استرجاع القرآن لمصدريته ومرجعيته
في البعث الحضاري والنهضوي من جديد، وأهمية أن نرجع إلى القرآن الكريم في صياغة مفاهيمنا وتصوراتنا. هذه المقدمة التي قدم بها الأستاذ عمر عبيد حسنة مهد بها للموضوع الذي تناوله الدكتور حميداتو، والذي قسم فيه الكتاب إلى قسمين كبيرين أو بابين كبيرين. الباب الأول تناول شخصية ابن باديس والعوامل والقوى التي أثرت في فكر ابن باديس، سواء السياق الاجتماعي الذي والعصر الذي عاش فيه ابن باديس تحت ظل الاستعمار الفرنسي للجزائر، أو حياة الشيخ ابن باديس الشخصية، وكذلك فكرة ابن باديس في العمل الجماعي المنظم المؤسسي الذي أحدث نقلة مهمة جدا في جهود الإصلاح. الباب الثاني تناول فيه الفكر التربوي، دعائم هذا الفكر وإصلاح التعليم والمجالات والمميزات التي تميز بها جهد ابن باديس في ذلك. طبعا لما تحدث الدكتور حميداتو عن ابن باديس والسياق التاريخي الذي عاش فيه، لاحظ أن الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي كان هناك انتشار واسع للكتابة وللقراءة، وأن الأمية كانت شبه معدومة، وكانت المدارس والمعاهد والزوايا في كل نواحي البلاد. ولكن مع مجيء الاستعمار ومشروعه في تفكيك الهوية الإسلامية للشعب الجزائري، قام بعملية تفكيك ممنهج لكل المؤسسات، حتى تحولت الحياة الثقافية إلى مرحلة بائسة جدا، يكاد الإنسان الجزائري يفقد ذاته وهويته. وقسم الدكتور حميداتو الحالة الثقافية والفكرية والدينية في الجزائر إلى مرحلتين في ذلك الوقت: مرحلة من 1830 إلى نهاية القرن التاسع عشر، حيث تناول كيف صادر الاستعمار الأوقاف، كيف ضيق على التعليم العربي، بحيث اعتبر اللغة العربية لغة أجنبية لا يقبل تعليمها إلا بإذن خاص واستثنائي ومقصورة، وقصر التعليم على أعداد محدودة جدا. ثم تناول الجانب الديني وانتشار الطرق الصوفية وما اعتراها من تخلف ومن تنكب عن منهج التصوف الحق، التصوف الذي يمارس التربية والتزكية. كذلك انتشار الجهل والبدع والأمية، وكيف عمل الاستعمار بثلاثية التجهيل والتفقير والتنصير، وإنشاء لمدارس بديلة فرنسية أو عربية فرنسية ولكن باللسان الدارج باللهجات المحلية وليس باللغة العربية، وكيف قاوم الشعب الجزائري ذلك من خلال عدم انخراطه في المدارس الفرنسية إلى القليل. المرحلة الثانية هي مرحلة من 1900 إلى 1914، وفي هذه المرحلة بدأت تسري تيارات الإصلاح القادمة من بقية أقطار العالم الإسلامي، من خلال عودة الطلبة الذين ذهبوا للدراسة في المشرق، سواء في جامعة الزيتونة أو جامعة القرويين أو الأزهر أو الحجاز والشام، وجهود بعض المصلحين قبل ابن باديس كالشيخ عبد القادر المجاوي والشيخ عبد الحليم بن سماية وغيرهم، وكيف بدأت تفد تيارات الحركة الإصلاحية التي قام بها الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والحركة محمد بن عبد الوهاب قبل ذلك وغيرها، ثم بداية ظهور الصحافة العربية في الجزائر. بعد ذلك تناول الدكتور حميداتو ابن باديس ومولده، حيث ولد في 4 ديسمبر 1889. وهذه ابن باديس ينتمي إلى أسرة عريقة، هي أسرة ابن باديس،
التي تنتهي إلى المعز بن باديس الصنهاجي الذي كان وزيرا لدى الدولة العبيدية الفاطمية في شمال إفريقيا بعد أن انتقلت إلى القاهرة. كان وكيلا لهم هناك، ولكنه تولى القضاء على المذهب الإسماعيلي وتخليص المغرب الكبير من هيمنة المذهب الشيعي وإعادة شمال إفريقيا والمغرب العربي إلى حضن أهل السنة والجماعة. وبالتالي اعتبر في عين الكثيرين أن المعز بن باديس يعتبر الفاتح الثاني للمغرب العربي بعد فتح عقبة ابن نافع، حيث قضى على هذه بدعة المذهب العبيدي الباطني الإسماعيلي. ابن باديس ينتمي إلى أسرة عريقة كما قلنا، وكان والده موظف في الحكومة الاستعمارية، وكان ثريا مما وفر لابن باديس بعض أجواء الحماية التي حمته من الفقر ومن الاضطهاد، ولذلك وفر له كثير من سبل التعليم، وخاصة على يدي الشيخ المقرئ محمد المداسي والعالم الجليل العارف بالله الشيخ حمدان لونيسي وغيرهما. بعد ذلك قام ابن باديس كغيره من طلبة العلم في تلك المرحلة بالرحلة لطلب العلم إلى المشرق، فقصد جامع الزيتون بتونس وتلقى التعليم وقضى 4 سنوات هناك وتتوج بشهادة العالمية، وكان من كبار أساتذته محمد الطاهر بن عاشور والبشير الصفر ومحمد النخلي وغيرهم من أعلام تونس المعروفين في العالم الإسلامي ككل. ولكنه أيضا في 1913 قصد الحج واستقر هناك في المدينة المنورة لمدة، والتقى خلالها رفيق دربه محمد البشير الإبراهيمي علامة اللغة العربية وأحد أعلام الإصلاح في الجزائر. هناك لما التقى البشير الإبراهيمي كان يتدارسان وضع الجزائر ووضع الإصلاح ووضع الدعوة والإسلام واللغة العربية مدة 6 أشهر، حيث كانا يلتقيان في المسجد النبوي من بعد صلاة العشاء إلى بعد صلاة الصبح، يتدارسان ويضعان الخطط، وتلك الخطة هي التي أثمرت نشأة جمعية العلماء في 1931. بالنسبة لتناول أيضا الدكتور حميداتو الجهود العلمية التي قام بها ابن باديس، حيث قام بالتدريس في جامع الزيتون الذي تعلم به وبالجامع الأخضر في قسنطينة، وتولى الإفتاء وترك آثارا كثيرة ابن باديس، ولكن الأثر الكبير أنه انشغل بتأليف الرجال بدل تأليف الكتب، كما قال أو كما ذكر بعض تلاميذه أن ابن باديس انشغل بتأليف الرجال والنساء بدل تأليف الكتب، بحيث قضى تقريبا ربع قرن في تفسير القرآن الكريم الذي سماه مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، وكان يلقي دروسه. وللأسف لم يدون تلاميذه هذا التفسير العريق الذي استمر 25 سنة إلا بعض الشذرات التي كان ينشرها في بعض جرائده أو بعض ما دونه تلميذه محمد صالح الصديق، وجمع في كتاب بعد ذلك. وكذلك كان يشرح كتب السنة، وعلى رأسها شرح الموطأ الذي سماه مجالس التذكير من كلام البشير النذير، وجمعت بعض آثاره في كتاب يسمى تفسير ابن باديس كما قلنا محمد الصالح وتوفيق محمد، ومجالس التذكير الذي جمعته وزارة الشؤون الدينية، وكتاب العقائد الإسلامية الذي كان يعلم من خلاله الناس العقائد الإسلامية على طريقة السلف الصالح في جعل القرآن والسنة حيين في نفوس الناس، ولم يكن يشتغل كثيرا بالجوانب الجدلية. وكذلك بعض كتب السير عن رجال السلف ونساء السلف أيضا، وغيرها من الأعمال. والحمد لله أيضا فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عمار الطالبي جمع كثير من آثار الإمام عبد الحميد بن باديس، ربما ك4 أو 5 مجلدات، وهي متوفرة على النت ومتوفرة في المكتبة. بالنسبة للأمر الآخر وهو
انشغال ابن باديس بالعمل الجماعي. ولذلك ذكرنا من قبل أنه هو والبشير الإبراهيمي التقيا في المدينة المنورة، ولكن قبل لقائهما كان ابن باديس قد التقى شيخين جليلين لهما أثر بالغ في حياته وفي توجهه التربوي والدعوي. الأول هو الشيخ حمدان اللونيسي الذي رباه في قسنطينة وكان قد هاجر واستقر بالمدينة، والثاني هو الشيخ أحمد المدني الهندي نزيل المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. فأشار إليه أو عليه حمدان اللونيسي بأن يترك الجزائر ويستقر في المدينة، ولكن الشيخ المدني الهندي نصحه بالرجوع إلى الجزائر وببذل الوسع في حماية هذه الأرض الطيبة من الاستعمار ومن التجهيل والتنصير. وقد أخذ برأي شيخه المدني، وكان من بركات هذه النصيحة أن تدارس ابن باديس والإبراهيمي في مكة وفي المدينة هذه الدعوة، وعمل على التمهيد لنشأة جمعية العلماء. وقد بدأها ابن باديس بإلقاء الدروس بعد رجوعه في 1913-1914 بدروسه في الجامع الأخضر بمدينة قسنطينة بشرق الجزائر، ثم اتفاق الشيخين الإبراهيمي وابن باديس على تأسيس جمعية العلماء، تأسيس جمعية الإخاء العلمي، ثم جمعية التربية والتعليم الإسلامية، والتي هي كانت تمهيد لنشأة جمعية العلماء في 1349 هجري 1931 ميلادية. طبعا هذه المرحلة التي تأسست فيها هذه الأعمال وخاصة جمعية العلماء تميزت بمضاعفة نشاط الإرساليات التنصيرية في الجزائر، انحصار التعليم العربي الإسلامي، واحتفال الاستعمار الفرنسي بمرور قرن على استعمار الجزائر، بحيث كانوا يحتفلون بموت الهلال وبحياة الصليب، وأمضوا يعني أقاموا احتفال مدة سنة تقريبا للاحتفال بنهاية الإسلام في الجزائر. فلم تمضي سنة إلا وأعلن العلماء عن تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي نشأت كما قلنا في هذا الظرف الصعب، والظرف الذي تميز باشتداد الروح الصليبية الحاقدة على الإسلام في الجزائر. فكانت ذكرى أو كان يوم 5 مايو 1931 ذكرى تأسيس جمعية العلماء. وقد أسهم في ظهور جمعية العلماء انتشار الفكر الإصلاحي الآتي من المشرق العربي، وكذلك العمل التربوي الفردي الذي قام به ابن باديس وغيره من الأعلام في كثير من مناطق الجزائر، وبدايات التغير بعد الحرب العالمية الثانية وظهور الاستعمار بوجهه القبيح، وعودة كثير من طلبة العلم الذين تعلموا في المشرق. فالتقى العلماء في نادي الترقي في مدينة الجزائر، ونادي الترقي ما زال موجودا إلى اليوم، وتأسس في 1927 حيث كان يقوم عليه ويديره الشيخ الطيب العقبي. التقى العلماء في 5 مايو 1931 في نادي الترقي من كل المدارس الفقهية ومن كل الزوايا ومن كل المذاهب، فالتقوا في ذلك اليوم وأعلنوا تأسيس جمعية العلماء. وكان الشيخ ابن باديس غائبا رغم أنه صاحب الدعوة إلى التأسيس، وتم انتخابه رئيسا للجمعية وهو غائب، وكان الشيخ محمد البشير الإبراهيمي نائبا له. طبعا الجمعية العلماء في تلك المرحلة التي نشأت فيها مع حجم التدمير الممنهج الذي تعرض له الإنسان الجزائري والمجتمع الجزائري، كان على العلماء أن يحددوا نقطة انطلاق
ينطلق منها في استعادة الهوية الإسلامية العربية للشعب الجزائري والمفاصلة مع الاستعمار. ولذلك رأى العلماء أن نقطة الانطلاق ينبغي أن تكون بالتعليم والإصلاح العلمي والأخلاقي. لماذا؟ لأن الإنسان أو المجتمع الذي لا يعي ذاته ولا يعرف دينه وهويته لا يمكن أن يكون محصنا ضد الاستعمار ومخططاته. ومن هنا انشغل العلماء بعملية الإصلاح. لماذا؟ كما يقول مالك النبي: لأن القضية كانت منوطة أولا بتخليص الإنسان الجزائري مما يستغله الاستعمار في أنفسنا من استعداد لخدمته. فكان جهد جمعية العلماء إخراج الاستعمار من الأنفس ليمهد الطريق لخروجه من الأرض بثورة أول نوفمبر 1954. ولهذا اشتغلت الجمعية كما يذكر الدكتور حميداتو على الإصلاح العقدي من خلال محاربة الخرافات والبدع وتطهير التدين من مظاهر التواكل والجمود والطرقية المنحرفة، محاربة الجهل بتثقيف العقول، بإرجاع القرآن والسنة إلى طريق التعلم، إلى أن يكون مصدرين للتعلم، المحافظة على الشخصية العربية الإسلامية للشعب الجزائري بمقاومة سياسة التنصير والفرنسة. ولذلك خاضت جمعية العلماء معارك مهمة جدا، معارك مع الاستعمار الفرنسي وسياسات الفرنسة والتنصير والتجهيل، ومعارك مع الطرق الصوفية المنحرفة، رغم أن كثير من أعضاء الجمعية كانوا ينتموا إلى بعض الطرق التي لم تنحرف عن وظيفتها الإصلاحية والتعليمية. وكذلك وجهت الجمعية جهدها إلى إصلاح المسجد واستعادة دور المسجد في التعليم وليس فقط في أداء الصلوات. واهتم بعد ذلك رجال الجمعية وعلى رأسهم ابن باديس بإصلاح المعلمين وإصلاح مناهج التعليم. ولذلك كان ابن باديس كما يذكر الدكتور حميداتو يرى أن أهل العلم في كل قطر هم مصدر الهداية والإرشاد ومبعث التثقيف والتهذيب. ولهذا رأى ابن باديس أن ما لم نصلح التعليم فإن واقعنا لا يمكن أن يصلح. فإصلاح التعليم الذي باشره ابن باديس ورفاقه في جمعية العلماء اهتم بإصلاح مناهج التعليم وبإصلاح مضامين التعليم. ذلك أن كما كان شعار ابن باديس: لن يصلح هذا التعليم، يعني إصلاح التعليم ينبغي أن يكون بإصلاحه من حيث المنهج، بإرجاعه إلى التعليم النبوي في شكله وموضوعه، في مادته وصورته، فيما كان يعلم صلى الله عليه وسلم وفي صورة تعليمه. بمعنى ينبغي إصلاح المنهج والخروج من الاختزالية ومن الجمود ومن التفريق بين علوم الشرع وعلوم الدنيا حتى بقي المسلمون متخلفين. فطريق إصلاح التعليم كما قلنا هو استعادة المنهج النبوي الذي اهتم ببناء شخصية متعددة الأبعاد، شخصية متكاملة. طبعا ابن باديس لم يتحدث نظريا فقط عن الإصلاح، وإنما باشر عملية الإصلاح، سواء لما تخرج من الزيتونة ودرس فيها بعض الوقت واقترح خطة للإصلاح ولتغيير مواد التدريس، أو حينما باشر عملية التدريس والتعليم في الجزائر عن طريق إنشاء مدارس جمعية العلماء. أشار الدكتور حميداتو إلى تعليم المرأة عند ابن باديس. ابن باديس أولى عناية كبيرة بالمرأة وتعليمها، لأنه يرى أن المرأة كما يقول هي التي تخرج لنا رجالا ونساء يستطيعون بناء المستقبل. فالبيت كما يقول ابن باديس هو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوين الشخصية. وتدين الأم هو أساس حفظ الدين والخلق، والضعف الذي نجده من ناحيتهما، من ناحية الدين والخلق،
في أبناء المسلمين وبناتهم، معظمه نشأ من عدم التربية الإسلامية في البيوت بسبب جهل الأمهات وقلة تدينهن، بسبب ما ساد في ثقافتنا في عصور التخلف من حرمة تعليم المرأة وعدم تعليمها الكتابة، وما ساد من كثير من التقاليد البالية التي لا أساس لها من الناحية الشرعية ومن الناحية الإنسانية. ولهذا يقول ابن بديس: إذا أردنا أن نكون رجالا فعلينا أن نكون أمهات دينيات، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتعليم البنات تعليما دينيا وتربيتهن تربية إسلامية. وإذا تركناهن على ما هن عليه من الجهل بالدين فمحال أن نرجو منهن أن تكون لنا عظماء الرجال. ولهذا من خلال ما ذكره الدكتور حميداتو ومن خلال معرفتي بكثير من السيدات اللائي تعلمنا في مدارس الجمعية، أن جمعية العلماء كانت تعلم البنات مجانا، بينما كانت تفرض على البنين من القادرين ماليا أن يدفعوا بعض الرسوم وإن كانت رسوم رمزية. يقول ابن بديس: ندعو إخواننا المسلمين إلى المبادرة بأبنائهم وبناتهم إلى المكتب، مقصود مكاتب الجمعية، فأما البنون فلا يدفع منهم واجب التعليم إلا القادرون، وأما البنات فيتعلمن كلهن مجانا لتتكون منهن بإذن الله المرأة المسلمة المتعلمة. فابن بديس أعطى أولوية كبيرة للمرأة. ولهذا أنا أذكر وأنا صغير أمي تعلمت في مدارس جمعية العلماء، فهي التي علمتني الحروف وعلمتني الكتابة. وأذكر وأنا في الابتدائي كيف كانت أمي تكتب الرسائل لخالي الذي كان يعمل في فرنسا، تأتيها جدتي وتطلب منها تكتب رسالة، وما زالت بعض الرسائل المخطوطة بالقلم، خاصة القلم القديم الذي يصنع من ورق من القصب ومن يستعمل مداد الصمغ إلى غير ذلك. فعلى قلة ذلك الجهد، لكن الحقيقة كانت عناية جمعية العلماء عموما وابن بديس خصوصا بتعليم البنات يعني علامة فارقة في نهجه التربوي. كذلك اهتم ابن بديس ورفاقه بالاهتمام بالمواهب وبالموهوبين وبتنمية الحس بالكرامة وبتقدير عقل المتعلم ومراعاة الفروق الفردية، لأنه كان يسعى إلى تربية جيل حر في نفسه مستقل في تفكيره ليستطيع تحرير الجزائر وبناء النهضة التي كان يطمح إليها ابن بديس. طبعا في تلك المرحلة التاريخية التي كان المجتمع الجزائري تحت الاحتلال الفرنسي، كانت المدارس طبعا التي أسستها جمعية العلماء كانت مدارس حرة، يعني لا تنتمي إلى النظام الاستعماري، وإنما يقوم عليها الأهالي من الجزائريين بالتمويل. وكانت قسيمات، يعني توضع قسيمات للاشتراك على حسب القدرة لكل إنسان وكل فئة، فكان التجار وكان الفلاحون وكان عامة الأهالي، وكانت بعض الأوقاف مثل مشروع سبل الخيرات هي مصادر التمويل لهذه المدارس التي كان يعني مبلغ رمزي، ولكن كانت مدارس أخرجت الشعب الجزائري من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة، ومهدت لنهوض شعب يعي ذاته وهويته الجزائرية المسلمة المستقلة تماما عن الهوية الفرنسية الصليبية الغربية. وأذكر في بلدتي التي أنا منها كانت مدرسة جمعية العلماء كانت تسمى المدرسة اليوسفية، ولم تهدم إلا يتقادم بناؤها إلا في التسعينيات، بداية التسعينيات من القرن العشرين، وتخرج فيها رجال ونساء كان لهم دور بارز في بناء الجزائر المعاصرة. طبعا ابن بديس اهتم بالمدارس بمستويات متعددة، كانت المدارس الابتدائية وكانت المعاهد وكانت المدارس العليا، ولعل من أشهر المدارس هي مدرسة الحديث بتلمسان
وسميت مدرسة الحديث، ولكنها كانت تعلم كل العلوم حتى بما فيها العلوم الحديثة. وكانت هناك مدرسة جمعية التربية والتعليم بقسنطينة، والمدرسة الموفقية في مدينة العلمة، ومدرسة الإخاء في بسكرة وغيرها، بحيث انتشرت المدارس في ذلك الوقت بما يزيد عن 350 مدرسة في الثلاثينيات إلى الخمسينيات من القرن العشرين، كلها بأموال الشعب الجزائري وبتبرعات المحسنين من أبناء الشعب الذي كان مضطهدا وكان فقير، مما يعلمنا أن الشعوب الحرة تستطيع أن تبدع طرقا لمقاومة التجهيل والاستعمار بأبسط الوسائل. وطبعا المدارس لم تكن مدارس فخمة، ولكن كانت بناءات بسيطة، قد تكون من غرفة واحدة أو غرفتين أو 3 غرف إلى غير ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى، عرف عن ابن باديس أنه كان يلقي الدروس من بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء. الرجل يعني كان يشتغل تقريبا أكثر من 18 ساعة في اليوم، يقول من كان يعرفه لا يكاد ينام أكثر من 3 إلى 4 ساعات طيلة 30 سنة أو 40 سنة. أيضا يعني من مؤسسات التعليم المساجد. فابن باديس استعاد للمساجد دورها، وهو يرى أن المسجد والتعليم صنوان في الإسلام، يعني أخوان. من يوم ظهر الإسلام فما بنى النبي صلى الله عليه وسلم يوم استقر في دار الإسلام يعني في المدينة بيته حتى بنى المسجد، ولما بنى المسجد كان يقيم الصلاة فيه ويجلس لتعليم أصحابه، فارتبط المسجد بالتعليم كارتباطه بالصلاة. فكما لا مسجد بدون صلاة، كذلك لا مسجد بدون تعليم، وحاجة الإسلام إليه كحاجته إلى الصلاة. فابن باديس أحيا هذا الشعور بأهمية العلم والتعلم في المساجد، وسن كثير من السنن، بحيث تحولت المساجد إلى مدارس لتعليم القراءة والكتابة والحساب وغيرها من العلوم. كذلك الزوايا أو التكايا كما تسمى في المشرق أو الخلاوي كانت أيضا، خاصة الزوايا الصوفية المجاهدة المرابطة على الإصلاح وعلى الدعوة، كان لها دور إيجابي جدا. ولذلك لما نقول ابن باديس انتقد التصوف أو الصوفية، المقصود بها الصوفية المنحرفة التي كانت ترى فرنسا قضاء وقدر، ومن قاوم فرنسا فقد قاوم القضاء والقدر، بل هو تعاون، بل هو نفسه خريج الزاوية والطريقة الرحمانية كما هو معروف. ولهذا حينما ننتقد الطرق الصوفية فالمقصود بها الطرق الصوفية المبتدعة أو الجاهل. كذلك انتبه ابن باديس إلى دور الصحافة والصحف، بحيث كان هو ورفاقه وتلاميذه لهم كثير من الصحف والجرائد، وكان كلما أوقف الاستعمار صحيفة إلا وأنشأ صحيفة جديدة، سواء السنة أو الصراط أو المنتقد أو غيرها من الصحف. بل كان لابن باديس ورفاقه مطبعة بسيطة، لكنها كانت مطبعة حرة مستقلة ليست تابعة للاستعمار، تطبع صحف الجمعية وكتبها التي يدرس منها المعلمون. ولهذا أيضا نتعلم من هذه ضرورة إبداع طرق لتجعل خدمة أوطاننا وخدمة أمتنا قائمة على الحرية وتستند إلى الشعوب وليس إلى الأنظمة الاستعمارية والاستسلام للواقع الذي يصادم أهداف أمتنا. طبعا الدكتور حميداتو أيضا ذكر فلسفة التربية من حيث المصادر والأساليب عند ابن باديس والخصائص، ورأى أن التربية مستوحاة طبعا المرجعية العليا للكتاب والسنة، ولذلك تعتبر مدرسته مدرسة سلفية بالمعنى الذي الرجوع إلى السلف الصالح في الجيل الذي أسس الحضارة الإسلامية. واهتم كثيرا ابن باديس بالتربية بالقدوة، بالتربية بالوعظ والتذكير خاصة للعامة، بالتشجيع على تنمية القدرات والمواهب عند طلبته بنين وبنات، وكذلك بإنشاء النوادي والفرق الرياضية والفرق الموسيقية
التي كانت تنشد الأناشيد، ويعتبر ابن باديس من وراء تأسيس كثير من الفرق الرياضية التي ما زالت قائمة إلى اليوم، مثل مولودية العاصمة، مولودية قسنطينة، مولودية كذا، لأنها كلها أنشئت في ليلة المولد النبوي الشريف. ابن باديس ورفاقه أسسوا النوادي الرياضية، أسسوا الفرق الكشفية، وأسسوا الفرق الموسيقية التي تنشد الأناشيد والأهازيج الوطنية والإسلامية في مواجهة الاحتلال ومحاولات مسخ الهوية الوطنية. ولهذا اهتم بالتربية المتكاملة التي تربي الإنسان في عقله وفي روحه وفي جسده، بمعنى أن التربية عند ابن باديس كما يؤكد الدكتور حميداتو بحق لم تقتصر على جانب واحد من جوانب شخصية المتعلم، فقد اعتنت بصحة البدن وسلامته وصفاء الروح وتزكيتها وتنشيط العقل وصيانته. ولذلك وهذا كله من أجل ماذا؟ بالرجوع بالشعب الجزائري إلى عقائد الإسلام المبنية على العلم، وفضائله المبنية على القوة والرحمة، وأحكامه المبنية على العدل والإحسان، ونظمه المبنية على التعاون بين الأفراد والجماعات والتآلف والتعامل والتعاون، وأن لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله، ومن اتقى الله فهو أنفع الخلق لعباد الله كما يقول ابن باديس. إذن هذا الجهد التربوي سعى من خلاله ابن باديس ورفاقه إلى ترقية المجتمع الجزائري في مختلف النواحي، ليكونوا محترمين في أنفسهم كما يقول ابن باديس، ومحترمين من غيرهم، يفيدون ويستفيدون ويعرفون كيف يسوسون وكيف يساسون، فتربح بهم الإنسانية عضوا من خير ما عرفت من أعضائها. لماذا؟ لأن هذا التغيير في النفسية وفي الشخصية هو الذي مكن فيما بعد الشعب الجزائري ليتخلص من نفسية الاستسلام والقبول بالاستعمار، والقيام بثورته التي استطاع بها أن يحرر الجزائر ويعلن الشعب الجزائري في صبيحة الاستقلال نشيده الخالد: محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت إليك، بعد أن كان الفرنسيون يحتفلون بموت الهلال وقوة الصليب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. بداية مجددا نود أن نشكرك على هذا الشرح الوافي والكافي للكتاب، يعني ما شاء الله عنك لم تغفل جانب، جزاك الله عنا كل خير. هناك عدة من الأسئلة التي وصلتنا مسبقا منذ أن أعلنا عن هذه المحاضرة. أبدأ معك بإذن الله بالسؤال الأول، وأود أن أنوه إلى أن أي أخت ترغب بالمشاركة معنا يا ريت تخبرنا حتى نفتح لها المايك. نبدأ بالسؤال الأول دكتور. أيوة. كيف يمكن توظيف تجربة ابن باديس التربوية والإصلاحية على واقع مجتمعاتنا اليوم؟ نعم، شكرا لك على هذا السؤال. ربما ما نستفيده من تجربة ابن باديس في مسألة التربية والإصلاح هو مركزية التعليم، مركزية بناء الإنسان قبل القيام بأي ثورة أو خوض أي مشروع. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تبني مشروعا لابد أن تبني الإنسان الذي يقوم بهذا المشروع، وهذا الذي انتبه إليه ابن باديس، الذي لاحظ أن على فكرة ملاحظة، لما أقول ابن باديس ليس ابن باديس وحده، وإنما هو ورفاقه، لأنه هو كان يؤمن بالعمل الجماعي. فقلت لاحظ أن الاستعمار قام بتفكيك بنية الثقافة الإسلامية الجزائرية، وفكك الإنسان وجعله يعيش الفقر ويعيش الجهل ويعيش التنصير، بمعنى سلط عليه هذه الثلاثية الخطيرة، بحيث نزع كل أراضي الخصبة من الإنسان الجزائري وجرده من كل قدراته على الإبداع وعلى العمل، ثم استبعده من التعليم، فانتشر الجهل وانتشرت الأمراض، ثم بدأ عملية التنصير. ما هو الحل؟ لا بد من إنقاذ الإنسان.
كيف ننقذ الإنسان؟ لا بد أن نكون مجموعة من الناس يبادر بقيادة هذا المجتمع. هؤلاء الناس الطريق الموصل إلى بنائهم هو العلم، هو التربية. فأنشأ هذا الجهد التربوي الكبير ووظف فيه الإمكانيات المتوفرة. نستفيد من ابن باديس أهمية الإنسان، أهمية التربية والتعليم، أهمية استغلال الإمكانات المتوفرة وعدم البكاء على الأطلال وانتظار أن يأتي المخلص أو تأتي اللحظة التاريخية التي نستطيع فيها أن ننجز. كل اللحظات تعتبر تاريخية ومهمة، ولذلك ابن باديس لم ينتظر حتى يكون عند الناس أموال وكذا، فكان كل الأهالي يساهمون بأبسط الأشياء. يعني بعض الناس كانوا يتبرعون بالخبز، وبعضهم بالزيت، وبعضهم بحبات البطاطا والطماطم، وبعضهم بالقمح والشعير. يعني أمور بسيطة جدا هي التي أسهمت في توفير الزاد لطلبة المدارس الذين كان زادهم فقط بعض الأكل البسيط، وبعض يعني ربما ثوب واحد أو اثنين في السنة، ولكنها خرجت عباقرة وخرجت علماء ومثقفين وإعلاميين وقادة للثورة. يعني ألخص مرة أخرى، نستفيد من تجربة ابن باديس أهمية الإنسان. ثانيا أهمية بناء وعيه بناء متكاملا، يعني تربية بأبعادها النبوية، يعني بناء القدرات، بناء الجانب الروحي، بناء الجانب العقلي، بناء الجانب السلوكي، وتحرير طاقات الإنسان، الاعتماد على شعوبنا والواقع الذي نحن فيه، استغلال الفرص الموجودة بأبسط الإمكانيات. ثالثا العمل المخطط له. ابن باديس لم يبدأ العمل في جمعية العلماء في 1931، وإنما 1931 هو تتويج جهوده والبشير الإبراهيمي والتخطيط الذي كان منذ 1900 وربما 12 أو 13. أيضا الأمر الآخر وهو العمل الجماعي. يعني العمل الفردي لا يفيد، لابد. ولما نقول عمل جماعي هناك أشكال متعددة للعمل الجماعي: الجماعات، المؤسسات، الزوايا، الطرق، المدارس، الشركات، إلى غير ذلك. طبعا كل مرحلة تاريخية يصلح لها شكل أو أشكال معينة. جزاك الله خيرا. ننتقل بإذن الله للسؤال الثاني. تقول السائلة: كيف يمكن لدروس التفسير والتدبر القرآنية تصويب أحوال حملة القرآن الكريم عملا وتفقها؟ طبعا ليس هناك مصدر يستجيب للتعلم والتفكر والتفقه مثل القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو كتاب الإنسان الأكبر. القرآن الكريم نزل لإصلاح الإنسان. الرجوع إلى القرآن الكريم في تعليم العقيدة، في تعليم السلوك، في تعليم التفكير هو الطريقة الصحيحة. يعني ينبغي أن نرجع إلى القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الذي أنشأ هذه الأمة وأنشأ هذه الحضارة، ولا سبيل لإحياء هذه الأمة إلا بالرجوع إليه ومراعاة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، يغير أوضاع، يستجيب للحالات المتعددة. وهذا طبعا يحتاج منا رجوع إلى القرآن، ليس رجوع عشوائي عفوي، وإنما رجوع بطريقة أننا نفتقر إلى القرآن في في تشكيل وفي صياغة الحلول المختلفة. منه ننتقل لهذا السؤال. يعني أصلا هذا السؤال متمم لما نحن نتحدث عنه. هل إصرار عبد الحميد باديس للرجوع الحقيقي والفعلي للكتاب والسنة مسوغا لإعادة الثقة لنفوس وعقول الذين انجروا وتثبثوا بالأفكار الغربية لأن يعودوا لتراثهم الإسلامي القويم والذي به تسمو الحضارات، سيما وأننا نرى الغرب اليوم يعترفون بعراقة الحضارة الإسلامية وتقمصهم للتقدم العلمي الهائل في الطب بأنواعه وإلصاقه بعلمائهم والترويج لهم؟ طبعا الرجوع إلى القرآن، الرجوع العلمي إلى القرآن، وتجاوز بعض التراث الذي نتج في عصور التخلف وصار حاجزا بيننا وبين القرآن أمر ضروري. حينما نقول هذا ليس معنى ذلك أننا نبدأ بلعن من مضى، لا معاذ الله، وإنما القرآن لكل العصور ولكل الأجيال،
وليس لجيل واحد عبر التاريخ. ولهذا نحتاج نرجع إلى القرآن في للبحث عن حلول لنا، طبعا مع الاستفادة من خبرة الأمة التاريخية. ولكن خبرة الأمة التاريخية ليست كلها خبرة إيجابية، بعض الخبرات سلبية جدا. حينما ندخل القرآن في جدالات معينة، حينما نحول العقيدة إلى مجرد جدل، حينما نحول العقيدة إلى مجرد مجموعة كلمات نقولها ولكن ليس لها تصديق في الواقع، هذا مخالف لمبدأ القرآن. لما نقرأ القرآن الكريم نجد أن هناك ربط وثيق بين الاعتقاد في الله والعمل، يعني الاعتقاد في توحيد الله سبحانه وتعالى، وفي العمل في إحياء تفكير سنة أو فريضة التفكير. يعني القرآن الكريم يبني العقائد بناء على مساءلة العقل، مساءلة الروح، مساءلة الوجدان، وليس فقط مجموعة محفوظات نكررها. بمعنى آخر، عدم الاقتصار في الجانب هذا في الرجوع إلى القرآن على الجانب المعرفي فقط، وإنما الجانب الوجداني والجانب السلوكي. ثم حتى الذين أصابهم التغريب من أبناء أمتنا ينبغي تعريفهم بالقرآن. يعني أكثر أسباب تخلفنا هو جهلنا بالقرآن الكريم، سواء الذي يتمسك بالقرآن ولا يكاد يعيه، أو الذي يهجر القرآن ظنا أن القرآن كتاب ديني بالمعنى الكنسي لا ينفع للتفكير ولا للعلم ولا للإبداع. وهذا بسبب الحواجز التي وضعناها عن القرآن والطريقة التي نرجع بها إلى القرآن. نحن نرجع إلى القرآن نقرأه بسرعة ونمر، أو ربما نكتفي بوضعه في بيوتنا للتبرك، ولكن البركة الحقيقية الموجودة في القرآن هو ما فيه من معرفة، ما فيه من قيم، ما فيه من تزكية وتربية للإنسان، ما فيه من فتح آفاق للإنسان للتدبر في آيات الله في هذا الوجود، ما فيه من عشرات أو مئات الآيات التي تعلمنا كيفية الرجوع واكتشاف سنن الله في الآفاق، في الأنفس، في التاريخ، في الهداية إلى غير ذلك. يعني الرجوع الحي للقرآن وليس الرجوع الطقوسي. صحيح، جزاكم الله عنا كل خير. في عندي هون سؤال، يقول ابن باديس حارب غزو عسكري، كيف نحن الآن سنحمي أنفسنا من الغزو الثقافي الذي نتعرض له الآن؟ ابن باديس حارب غزو عسكري وثقافي أيضا، لأن فرنسا طبعا. يعني توسلت بعملية التنصير والتجهيل، ويعني في مواجهة حتى التجهيل اللغة. ينبغي التعليم، في مواجهة الثقافة التغريبية ينبغي الإنسان أن يعرف ثقافته الإسلامية. يعني لماذا يسري التغريب بيننا؟ لجهلنا بذاتنا. نحن لا نعي ذاتنا، لا نعرف التربية النبوية، لا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرف القرآن الكريم حق المعرفة. عندنا معلومات ولكن ليس عندنا فقه وفهم لماذا يوجد في القرآن، ماذا فعل النبي، كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم تلك النفوس على اختلاف تشكيلاتها. ولذلك التغريب قوته في جهلنا وليس في قوته ذاته. يعني الثقافة الغربية اليوم أين تكمن قوتها؟ قوتها في أنها عندها قدرة كبيرة على التسويق، لكن هي في ذاتها جوفاء، ولا يمكن أن تواجه هذه الثقافة التغريبية إذا كنت أنت أصلا تجهل ثقافتك. نحن لا نعرف ثقافتنا، يعني لا نعرف كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لا نعرف كيف جعل العقول تبدع. ولهذا أنا أعجبني كتاب قرأته منذ مدة يتحدث عن النجباء من الصحابة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي على النجابة أو ما يسمى بالعقول المبدعة والمواهب. النبي كان يكتشف المواهب. الآن مربينا ينبغي أن يسلكوا هذا الطريق ويفجروا القدرات الإبداعية في الشباب المسلم. يعني الشباب المسلم حتى أولئك الذين نراهم الآن بأشكال تبدو لنا تغريبية، لكن في الجوهر المشكلة ليست فيهم، المشكلة فينا نحن. لم نستطيع أن نعطيهم الصورة الحقيقية للإسلام وللثقافة الإسلامية في قوتها، في عمقها، في ثرائها. نعطيها أشكال تاريخية لا يمكن أن تعود. ولهذا ينبغي أن ننزل من القرآن ما يحل مشكلاتنا اليوم، وليس تنزيل ما شهدته الأمة من تجارب عبر التاريخ. صحيح دكتور، بعد إذنك بس عم يطلبوا الأخوات إنه تزودنا باسم الكتاب اللي خبرتنا عنه. لحظة بس.
التفوق والنجابة على نهج الصحابة. جزاك الله خيرا. هلا التفوق. هذا كلامنا هذا بيودينا لسؤال حكت السائلة: هل نجح المستعمر في تحقيق إملاءاته على عقول الشباب المسلم اليوم؟ نجح إلى حد بعيد. نحن نجح من خلال جزء كبير من أبناء المسلمين لا يؤمن بالإسلام منهج حياة رغم أنه مسلم. يعني هو ليس كافر، هو مسلم يحب الله ورسوله، ولكن تجده في حياته الاجتماعية، في حياته المعرفية، يفكر بطريقة غربية تماما، كأنه ليس مسلما. هذا نجاح حقيقي، وينبغي أن ننتبه له من خلال مراجعة مناهجنا التعليمية. مناهجنا التعليمية اليوم من خلال أبناء المسلمين من العلمانيين صارت تستبعد الإسلام من أن يصوغ القيم، يصوغ المفاهيم، يصوغ النماذج، يصوغ الحياة. وأمامنا جهد كبير لإقناع أبنائنا المسلمين بهذا الطريق، والإقناع هذا ينبغي أن يكون من خلال تجارب تربوية ناجحة، تجارب سياسية ناجحة، تجارب اقتصادية ناجحة، تجارب اجتماعية ناجحة، لأن الإسلام لم يأتي فقط للتعليم والتربية، وإنما جاء ليشكل الحياة ككل باعتباره منهج حياة. الاستعمار للأسف نجح، ولكنه ليس نجاح مطلق. لماذا؟ لأن هذه الأمة عندها قدرة كبيرة على التجدد من جديد، وجهود أبناء الأمة وبناتها في كل مرحلة وفي كل بقعة من العالم الإسلامي تدل على أن هذه الأمة تعي الخطر الذي يواجهها، وتحاول أن تصحح هذا الخلل وتستدرك. صحيح. حتى يعني أنا أرى اليوم بأنه هناك فجوة ما بين الأهل والأبناء، يعني بالذات في ضوء السوشيال ميديا وغيره. فأرى بأنه ليس هناك تواصل جيد ما بين الأبناء والأمهات، لذلك لا يتم يعني الترويج للأفكار الإسلامية الحقيقية بطريقة نافعة تجاه الأبناء من الآباء. يعني كيف يمكن أن يعني نقلل هذه الفجوة بين الأهالي والأبناء برأيك؟ هذه الفجوة، أنا لست في مقام الخبير تربوي حتى أعطي هذه التوصية، ولكن من خلال تجربتي في التعليم وتجربتي مع أولادي ينبغي أن نفكر بطريقة أولادنا لنرى المشكلات من وجهة نظرهم، ثم نحاول أن نكمل وجهة نظرهم أو نصحح الخلل الموجود عندهم. أحيانا لما يكون واحد في سني أنا يتناقش مع شاب في عمر العشرين، فإننا نرى المشكلات من زوايا مختلفة. ففتح باب الحوار مع أبنائنا الصغار وبناتنا يقرب الفجوة ويجعلنا نفهم التحديات الحقيقية التي يواجهونها. ربما وهذا طبعا ليس موجود عند المسلمين فقط، وإنما موجود عند كل الأمم، وهو ما يسمى بنوع من صراع الأجيال، وهو ليس صراع، وإنما بحكم الخبرة، بحكم المرحلة التاريخية اللي عاش فيها كل جيل يحدث تفاوت في الفهم. فما لم نعمل نوع من التحديث لأساليبنا التربوية بحيث فعلا تحل مشكلات الشباب، سينظر إلينا على أننا نمارس نوع من الحلول التاريخية. مثلا الآن مثلا المرأة، أعداد النساء في المجتمع، التعليم الذي لاقته المرأة اليوم تعليم واسع، ليس مثل المرأة قبل 30 أو قبل 50 سنة. إذا كررنا نفس المقولات التي كانت قبل 50 سنة فإنها لن تجدي نفعا مع اليوم. الآن نواجه تحديات أخرى، هو أن كل النساء متعلمات، لكن هو تعليم فاقد في كثير منه لروح الإسلام ذاتها. ولذلك نرى مثلا كثير من بنات المسلمين يتبنوا الفكر النسوي مثلا، اللي هو فكر مضاد لأصل التدين ذاته. إذا المشكلة ليست في التعلم، وإنما في طريقة التعلم، في المنهج. ولا نستطيع أن نخرج بنات المسلمين وأبنائهم من هذه التيارات الفكرية ما لم نفهم هذه التيارات الفكرية نفسها، ثم نفهم الحلول الحقيقية التي يوفرها الإسلام. يعني الآن نحتاج أن نعطي حلول إسلامية وليس حلول تقليدية، بمعنى لا ينبغي ربط الشباب بالتقاليد بقدر ما ينبغي ربطهم بالإسلام.
والله أعلم يعني، ولكن يعني لست خبيرا تربويا حتى يعني يعتمد قولي في هذا المجال. لا، جزاك الله خيرا، يعني كلام سليم، الله يجزيك الخير. في عنا سؤال. في زماننا يوجد وفرة كبيرة في حلقات التعليم والتزكية والقرآن وتعليم العلوم الشرعية في الجامعات وعلى اليوتيوب وعلى منصات الإنترنت، ومع ذلك نرى انعكاس النتائج المتوقع ضعيفا جدا على الواقع في ذات الشخص والمجتمع. فما الأسباب وراء ذلك، وكيف نعالج الأمر بشكل مؤسسي؟ نعالجه بشكل مؤسسي. يعني هي لا أظن السائل اقترح حل، وهو أنه لابد مؤسساتنا تطور أدوات تربيتها. يعني نبني الإنسان المتكامل، الإنسان غير المختزل في بعد واحد. ولكن أنا متفائل يعني. صحيح في هذا التعليم وهذا الانتشار أن نقول هناك ضآلة في النتائج. لا أظن أنه في، يعني كيف نقيس أن النتائج ضئيلة أو غير ضئيلة؟ ربما أنا في تصوري هناك وعي متزايد، وهذا الوعي المتزايد بين أبناء الأمة سيثمر في لحظة تاريخية معينة حينما يصل الجهد إلى درجة أنه ينتج نقلة جديدة. لأن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ليس بقرار، وإنما تراكمات للجهود. هذه الجهود المنتشرة على اليوتيوب وعلى وسائل التواصل، أنا في تصوري توفر معرفة أكثر. شبابنا اليوم عنده أكثر وعي. صحيح التحديات زادت، ولكن أنا في تصوري الوعي زاد. ولكن ربما ما نحتاج إليه أن هذا الوعي وهذه المعرفة التي انتشرت تحتاج أن كيف نقول تثمر إجراءات عملية لإخراج أمتنا من وضعها. يعني الوعي السياسي ينبغي أن يثمر، والوعي الاجتماعي ينبغي أن يثمر مؤسسات اجتماعية، والوعي العلمي ينبغي أن يؤدي إلى إبداعات جديدة، تطوير في المناهج، اختراعات جديدة، حلول عملية علمية جديدة، والإبداع في المجال الرياضي مثلا أو غيره. أنا أتصور أن الوعي انتشر وأنا متفائل به، ولكن يحتاج إلى عملية ترشيد بحيث لا تكون المحصلة صفر، وإنما تتوجه هذه الجهود إلى حلول حقيقية في المستقبل. يعني بعبارة عذرا عن المقاطعة، ما نعم، هي الإرهاصات التي يعني تدلنا على أن هناك في وعي زائد؟ هذه المناشط العديدة هذه. لو تجلس إلى الشباب الذين يظهر أنهم لا علاقة لهم بالدين وبالإسلام، ستجد فاهمين الواقع وفاهمين أن الأمة تحتاج إلى حلول حقيقية. ثم إفلاس كثير من الحلول التي جربتها الأمة أيضا مؤشر آخر على ضرورة الانتقال إلى حلول أخرى. وإنما أشير يعني فقط إلى أنه هذه الجهود صحيح كثيفة جدا وكثيرة ومنتشرة. وهناك لو قسنا نسبة حفاظ القرآن الآن ارتفع، لو قسنا الجهود في تعليم الفقه، في تعليم الوعي الإسلامي، في الاهتمام بالأمة، سنجد أعداد المهتمين أكثر. ولكن ربما الأمر يحتاج إلى نوع من التوجيه حتى لا تكون جهود عشوائية، لأن الجهد لوحده لا يؤدي النتيجة، وإنما الجهد الرشيد. وهذا مسؤولية العلماء ومسؤولية المربين ومسؤولية قادة الأمة، وليس مسؤولية الشباب المتحمس لخدمة الإسلام والمسلمين. يعني كلامي هذا موجه إليك وإلى القائمين على مثل هذا العمل والأعمال الأخرى، وهو ضرورة الترشيد وضرورة التنسيق بين جهود الأمة حتى تؤدي نتيجة إيجابية. جزاك الله خيرا على هذه بارك الله. النصيحة، وإن شاء الله أنه نأخذ بها بإذن الله. ننتقل للسؤال الآخر. دكتور تقول: هل تحقق مفهوم الصحوة الإسلامية حقا ضمن مشاهداتنا لما يحدث لواقع الشعوب والمجتمعات العربية؟ يعني هاي الإرهاصات اللي حكينا عنها فينا نحكي عنها أنه هي صحوة إسلامية؟ أنا أظن أننا نحتاج ننتقل مثل ما يقول الدكتور جاسم سلطان من الصحوة إلى اليقظة. بمعنى الآن هناك وعي بأن أمتنا تحتاج أن تخرج من تخلفها، وأن الأمة مليئة بالإمكانات، وأن عندها مرجعية غير قابلة للتحريف. وهذا ما يضمن سلامة الأمة
بعمومها، ولكن ينبغي أن ننتقل نقلة أخرى بحيث تتحول هذه الصحوة وهذه الجهود إلى مشاريع تؤتي ثمارها في حل مشكلات المسلمين العملية في الواقع. صحيح، بارك الله بكم. ننتقل لسؤال آخر على الشات. حسب استقرائكم للتاريخ وفي العصور الحديثة، القرن الثامن عشر والتاسع عشر، هل هناك حركة إصلاحية كانت بسعة ووزن حركة الإصلاح في الجزائر؟ وهل نتائج الإصلاح في الجزائر في ذاك الوقت مستمرة إلى اليوم بشكل أو بآخر؟ الأمة فيها حركات إصلاحية كثيرة، لا يمكن، ونحن لسنا في مقام التفاضل. ما من بلد مسلم إلا وفيه جهود، والدليل أن الصحوة التي تعم العالم الإسلامي اليوم والوعي الذي بين المسلمين في أهمية رجوع الأمة إلى دينها وإلى أن تحقق لذاتها مكانة، يدل على أن جهود المصلحين أثمرت في كثير منها واخفقت في غيرها طبعا. ودورنا نحن في الأجيال الجديدة هذه أن تثمن ما تم إنجازه وتتجاوز الإخفاقات بحلول أخرى لا تكرر نفس الحل. فلا ينبغي المقارنة، لأن شوف، الجهود الإصلاحية في الأمة يجمعها هم واحد وهو تجديد الأمة، لكن تختلف في سياقاتها الاجتماعية والثقافية. التحديات التي كانت في الجزائر لم تكن هي نفسها مثلا في مصر، ولم تكن هي نفسها في تركيا أو في ماليزيا أو في إندونيسيا. هناك بعض السياقات الخاصة بكل مجتمع، على قادة الصحوة والدعوة والتجديد في كل مجتمع أن يراعوا هذه الخصوصيات. الإسلام جاء للإنسانية جميعا، لكن تنزيل الإسلام في الواقع مرتبط بسياقات، مرتبط بثقافة، مرتبط بمعادلة اجتماعية. قد يكون هذا المجتمع ثري، الآخر فقير، المجتمع هذا متعدد الأعراق، الآخر غير متعدد، المجتمع هذا عنده وحدة مذهبية، الآخر ليس عنده وحدة مذهبية، المجتمع هذا مثلا محافظ، المجتمع الآخر في التيارات التغريبية أكثر. فمراعاة هذه الفروق تجعلنا نقدم حلول كثيرة وليس حلا واحدا، وكلها في إطار سعي أبناء الأمة للخروج من هذا الوضع وتحقيق إنجازات أكبر يعني. ولكن أنا لا أميل إلى المقارنة، يعني مثلا نقارن بين الجزائر ومصر أو بين الجزائر وتركيا، سياقات مختلفة. صحيح، بارك الله بكم. السؤال له شقين. الشق الآخر بيقول إنه هل في شغلات لليوم بالجزائر، يعني آثار لحركة ابن باديس؟ طبعا طبعا طبعا. يعني ما قام به ابن باديس يعني امتد أثره إلى اليوم، سواء في الدولة أو في المجتمع. والحركة الإسلامية المعاصرة والصحوة الإسلامية المعاصرة لا يمكن الاستغناء عن جهد ابن باديس ومدرسة، يعني جهد ابن باديس ورفاقه لم يبقى جمعية فقط، وإنما تحول إلى خط تفكير وإلى مدرسة في الإصلاح، وتتكامل مع غيرها من الجهود. لم ينقطع جهد ابن باديس، بل هو جهد مبارك يعني، وما زال مستمرا إلى اليوم ويحتاج إلى تطوير، لأن ابن باديس وأصحابه قاموا بجهد بشري يحتاج إلى عملية تطوير. الثابت هو الإسلام، أما الجهود البشرية قلت لك تخضع لسقف المعرفة إلى الذي فيه ذلك المجتمع، تخضع إلى ظروف السياسية والاجتماعية، تخضع إلى التحديات المحضة. ولهذا ينبغي تكييف جهودنا الإصلاحية مع الواقع، وإلا نصير نقوم بجهود تربوية عبثية إذا لم ندرس. لماذا؟ لأن جهود إصلاح أمتنا يكون في واقع، وعدم مراعاة الواقع تجعلنا نصمم أو نصوغ حلول قد تكون حلول وهمية أو حلول حالمة أو حلول قاصرة. ومراعاة الواقع، سواء الواقع بأشيائه الإيجابية أو بتحدياته التي تنقص من فعالية الحلول التي نقترحها. صحيح، بارك الله فيكم. السؤال يقول يعني هل لنا أن نعتبره تقصد ابن باديس من المجددين حقا، خاصة في بلاده؟ والله توزيع شهادات مجدد وغير مجدد هذا ليس من اختصاصي. يعني المجدد ليس بالضرورة يكون شخص على رأسه نار كما يقال، وإنما كل واحد مجدد في مستواه.
نعم. ويعني لا يحقرن ترك الإنسان من بصمته. المعروف ولا نعم. قيد لا يعني. ولكن نعم. ابن باديس هو باني النهضة العلمية والإصلاحية في الجزائر بلا تردد وبلا منازع، ما ويعتبر شاء من المجددين الكبار في الأمة في القرن العشرين هذه. ولكن ما فائدة توزيع شهادة مجدد أو غير مجدد؟ ماذا تفيدنا يعني؟ نعم، وصلت الفكرة، جزاك الله خيرا. لفتني قولك دكتور حول ابن باديس أنه انشغل بصناعة الرجال عن كتابة الكتب. يعني نعم. برأيك هل هذه السياسة هي سياسة سليمة للعلماء؟ هل هي سياسة أجدى مثلا، أنه صناعة الرجال هي أجدى أم ماذا؟ والله في تصوري أننا نحتاج الاثنين. ربما المرحلة التاريخية التي ظهر فيها ابن باديس وزملاؤه، كما يقول بشير الإبراهيمي، لو تأخرنا 20 سنة ما وجدنا من يعرفنا إذا تكلمنا بالعربية. هذا التحدي جعل ابن باديس يوصل الفكرة إلى الناس في كأنه عملية إنقاذ مجتمع يكاد يندثر إسلاميا. ربما التقصير ليس من ابن باديس، تقصير من تلاميذه الذين لم يكونوا يدونون أو الذين دونوا وذهبت أعمالهم بسبب ما قام به الاستعمار من قتل وحرق، ويعني ما قام به الاستعمار الفرنسي، الاحتلال الفرنسي لم يقم به إلا الأوروبيون في أمريكا الشمالية، في أمريكا يعني رجاء جارودي في كتابه حوار الحضارات يقول: ما قامت به فرنسا في الجزائر يعادل ما قام به الأوروبيون مع الهنود الحمر في أمريكا لولا الإسلام. لماذا؟ لأن ما قامت به فرنسا هو عملية إفناء، يعني إفناء عضوي. يعني تصوري من 1830 إلى 1962 عدد سكان الجزائر زاد ربما بمليونين فقط. من 1962 إلى 1972 تضاعف 3 مرات، مما يدل على عملية إفناء العضوي، يعني إنهاء وجودي. هذا من جهة. إبادة. تهديم يعني بعض القبائل أفنيت أحرقت، ثم عملية منع اللغة العربية، اعتبار الإسلام أجنبي، محاربة التعليم، طرد الجزائريين من الأراضي الخصبة، كلهم كانوا يسكنوا الجبال والأراضي الخصبة أخذها المعمرون. عملية تدمير ممنهج لا يشبه ما قامت به فرنسا في الجزائر إلا نوعين: ما قام به الأوروبيون مع الهنود الحمر، وما ما يقوم به الكيان الصهيوني في فلسطين. ولهذا أظن على الإخوة الفلسطينيين أن يستفيدوا من تجربة الشعب الجزائري في كيفية مواجهة استعمار إحلالي استئصالي ومقاومته ومحاولة إرجاع الكرة عليه. صحيح، كان الله في عونهم. يعني هذه مسؤولية والله عظيمة عليهم وعلينا كمان نحن أيضا. سؤال دكتور: ما هي الدروس التي يمكن أن نستفيد منها من الجمعية التي بدأها الشيخ ابن باديس، وكان الكثير من منتسبيها من المعارضة واستمرت لسنة؟ ماذا تقصدين بالمعارضة؟ ما فهمت إيش المعارضة. هي أنا أتوقع أني فهمت ما تقصده السائلة. كان قد ذكر في الكتاب بأنه الجمعية كانت تنأى بنفسها عن السياسة، لكن كانت تسمح لأعضائها بالمشاركة في الأعمال السياسية، فكانت بعيدة وقريبة من السياسة في آن واحد. نعم. ينبغي النظر إلى تاريخ الجزائر بشكل شامل. يعني قبل نشأة جمعية العلماء كانت جهود المقاومة المسلحة على يد الأمير عبد القادر، ثم المقاومات الشعبية التي قامت بها القبائل. مع بداية القرن العشرين انتهت المقاومة المسلحة وبقي نشأت الحركة السياسية الوطنية. يعني مع الحركة السياسية على يد حزب الشعب الجزائري، نجم شمال إفريقيا وغيره، نشأت جمعية العلماء. فجمعية العلماء اختارت العمل على بناء الهوية الوطنية من الناحية العلمية، بينما الحركة الوطنية كانت تكمل جهد جمعية العلماء وتشتغل على الميدان السياسي وصياغة الهوية السياسية للشعب الجزائري، ولذلك ننظر إليها بشكل متكامل. فكان أعضاء الجمعية لهم الحق كفرادى أن يشتغلوا في الجانب السياسي
ولكن جمعية العلماء رأت أن مشروعها هو تثقيف الناس. لما يتثقف الإنسان ويتعلم يستطيع أن يمارس العمل السياسي في أي حركة من الحركات السياسية الوطنية ذلك الوقت. يعني هذا هو. ولذلك ليس هناك معارضة داخل الجمعية. صحيح الجمعية في البداية لما تأسست كان فيها المالكية وفيها الإباضية والأحناف، كان فيها الصوفية وغير الصوفية. بعض الصوفية الذين التزموا بمنهج الدعوة الإصلاحية بقوا فيها، بعض الطرق الصوفية خرجوا من الجمعية، واستمرت الجمعية بشعارها الجزائر وطننا والإسلام ديننا والعربية لغتنا، بمعنى استرجاع الهوية الإسلامية، استرجاع اللسان العربي، استرجاع كيان الوطن ككل. فهو الشعار ذاته هو شعار سياسي ولكنه ذو مضامين تربوية، وهذا الشعار تشترك فيه جمعية العلماء مع حزب الشعب الجزائري بقيادة مصالح الحاج، الذي هو حزب سياسي كان يرفع شعار الجزائر وطننا والإسلام ديننا والعربية لغتنا. فكان هناك اشتراك في شعار الهوية الإسلامية العربية للشعب الجزائري، ولكن كان هناك يعني تعدد في مقاربات الإصلاح. وكل الذين ربتهم جمعية العلماء بعد ذلك تحولوا إلى جنود في صفوف ثورة التحرير في 1954. بارك الله بك. دكتور، في سؤال ما بعرف إذا رح يعني بس حبيت أقرأه: كيف أساعد بناتي الصغار على تعلم الدين وحفظ القرآن الكريم؟ والله هذه مسؤولية الأم. هذه نعم. إذا استطعت تعلميهم علميهم، إذا استطعت أن ترسليهم إلى المسجد أو لجمعية تعليم القرآن علميهم. إذا استطعت إذا لم يكن هناك مسجد قريب منك، هناك الكثير من المقارئ الموجودة أونلاين يمكن أن تسجلي فيها. هناك طرق كثيرة، ولكن حفظ القرآن على الأقل يعني الأجزاء الأولى من القرآن، الأخيرة من القرآن الكريم، يعني الربع الأخير مثلا، لأن القلب الخاوي من القرآن يكاد يتفلت من الإيمان. أيضا التعليم الدين تعلميهم بلطف وعن طريق القدوة، وليس بكثرة حشو أذهانهم بالمعلومات. يعني مثلا يعني بدل تعلميهم تحية الإسلام أنت طبقي تحية الإسلام، بدل تعلميهم الحياء أنت كوني حيية في التعامل معهم، بدل تعلميهم الحلال أنت يعني في ممارستك كوني من الحلال والبسي من الحلال وتعامل. يعني التربية بالقدوة للأطفال الصغار خير طريق في ذلك. وصدقيني حتى لو تعرض الأولاد إلى بعض المغريات التي تخرجهم عن الالتزام الشرعي، لكن إذا كانت الأسرة طيبة وبنيت على أساس متين سيرجعون. لماذا؟ لأنه منذ الصغر نشأ في وعي الأطفال هناك معالم لقياس الصلاح من الانحراف والصح من الخطأ، سيرجعون. وعملية التربية عملية مستمرة لا تتوقف. صحيح. عملية مستمرة، وكلما كبر الأولاد كلما صعبت المسؤولية أكثر. ولا ينسى الإنسان الرجوع إلى الله في الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى تربية أولاده، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. قد يبذل الإنسان جهد كبير ولكن لا يوفق الله لذلك. يعني ولنا تجارب مع بعض الأنبياء وكذا الذين يعني سيدنا نوح وابن المنحرف هذا، هل معنى ذلك سيدنا نوح قصر؟ لا، معاذ الله. ولكن في الغالب الأعم أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يخذل. يعني القاعدة العامة التي لا يخذل الإنسان الذي بذل جهدا في تربية أولاده. لكن الله أعلم بالمستقبل. مسؤوليتنا أن نتحرى أفضل الوسائل وأفضل السبل، وننوع لأولادنا بين الجد والهزل، نخليهم يلعبوا شوية، نعلمهم الرياضة، املأ حياتهم بالنشاطات وبالبرامج وبالمسابقات. أنا أذكر يعني زوجتي في المناسبات مثلا في نهاية الأسبوع تجمع بنات الجيران وتعطيهم أوراق مثلا بيضاء وتقول لهم كل واحد مثلا يرسم شيء، أو تعطيهم آية أو حديث وتقول لهم يلا لونوه إلى غير ذلك. فالأولاد ينسوا وسائل التواصل وينشغلوا، وتعطي لهم مثلا هدايا رمزية. فمثل هذه النشاطات، وأظن الأخوات يعني السيدات هم الأقدر على تربية الأولاد وتوفير مثل هذه الأفكار الإبداعية في التربية من الرجال.
بارك الله فيكم. بالعكس يعني تجربتكم ثرية، ونحن يعني بالعكس نسعد بها. يعني يمكن هلا نحن بأمس الحاجة إلى تثبيت مفهوم العقيدة في نفوس أطفالنا بطريقة سلسة يعني وقويمة، أكثر من مجرد تحفيظ. صحيح. ننتقل للسؤال اللي وراه. بتقول لك: من أشد الصعوبات التي واجهت حركة الإصلاح التي قادت بن باديس رحمه الله هي فرسنة الجزائر، وبحفظ الله وبالإسلام وجهود الحركة بقي الجزائر مسلما. نعم، هي من أشد الصعوبات فعلا. هذا تعليق وليس سؤال. نعم. هل من الممكن أن يكون المرء في مرحلة من حياته معلما ومدربا، ثم يضيف إلى ذلك التأليف والتدوين تجربته، وكيف السبيل إلى ذلك، أو ما هي المقومات التي تلزمه ليقوم بذلك؟ والله ليس كل إنسان يستطيع أن يؤلف، ولكن أنا أفضل الإنسان أنه إذا كان عنده تجربة يدونها. آه، وخاصة إذا نظرنا إلى منهج ابن باديس، ابن باديس كان يرى أن المعلم ينبغي أن يبقى دائما متعلم أيضا، يعني معناه يطور قدراته وكذا. وربما تكون لك تجربة دعوية، تجربة تربوية، تجربة تعليمية مفيدة، فالأفضل من استطاع أن يدونها فليدونها، يكتب. مثلا الأخت التي عندها تجربة في تعليم البنات الخياطة أو النسيج أو التحفيظ أو الرسم أو حفظ القرآن أو تجارب عديدة بعدد أنفاس البشر، فمن رأى في نفسه القدرة على ذلك وعنده أدوات العلم ومطلع فليكتب وليستشير ذوي الخبرة معه لتنضج التجربة. يعني ليس كل ما يكتبه الإنسان ينشره، وإنما ينبغي أن نرجع إلى طريقة السلف، مثل ما كان يعمل الإمام مالك، يكتب وينقح، يكتب وينقح، إلى أن مع الاعتقاد أن تجاربنا ليست تجارب معصومة. يعني لا، إذا عندك تجربة وترين أنك ممكن تفيدين بها دونيها، سواء كانت تجربة فردية أو تجربة لمؤسسة أو مجموعة من السيدات أو الأخوات. يعني وهناك تجارب كثيرة قد تظهر لك أنها بسيطة لكنها مفيدة لغيرك. وأنا أفضل الكتابة، يعني أنا أنصح الأخوات أن يكتبن، وخاصة في شؤون التربية والمرأة والبنات يكتبن. السيدات يكتبن أفضل من أن تنتظري يكتب رجل لقضايا المرأة. أنا لا أحبذ أن يكتب الرجال في قضايا المرأة، بل أنصح السيدات بنات الإسلام أن يخوضن تجربة الكتابة والتدوين ومعالجة قضايا المرأة، لأنه هن أفهم لنفسية المرأة من الرجال. نعم، كلام سليم، جزاك الله خيرا. يعني وصلني الآن سؤال تتحدث فيه السائلة حول أهمية المسجد الذي ذكرناه في كتاب ابن باديس، لكن اليوم للأسف يعني على الأقل في وطننا العربي دور المسجد يعني اضمحل، فقط أصبح للصلاة، وأصبح بعض الأهالي يتخوفون حتى من إرسال أبنائهم إلى المساجد لتعلم أمور دينهم، إذا أصلا أصبح هناك نشاطات في المساجد. فما الحل برأيك، وكيف يمكن أن نرجع دور المساجد إلى ما كانت عليه؟ طبعا هذا من الصراع الفكري الذي يحاول أن يعزل المسجد عن أداء دوره المركزي في تربية المسلم والحفاظ على هويته. خصوم الأمة أوصلونا إلى مرحلة صرنا نشك في المفاهيم الإسلامية، نخاف نسمي المسميات الإسلامية باسم، نخاف نذهب إلى المسجد. وهذا يعني تحدي علينا أن نجد له حلول. ولعل من الحلول أنك يا أختي أو أخي وأنت تريد ترسل ابنك لمسجد من المساجد، لازم تعرف القائمين على المسجد من هم. يعني لا تسلم ابنك لمن لا تعرفه، لأن الذي في المسجد يقوم الأصل في الآئمة العدل، يعني أنهم عدول وأنهم يقومون على شؤون الأمة. ولكن في هذه المرحلة التي يواجه فيها المسجد محاولة حصر دوره وإخراجه عن أداء دوره من خلال التشويه أو زرع بعض الأفكار الهدامة داخل المساجد أو بعض الأفكار المتطرفة إلى غير ذلك، علينا وأنت ترسلي ابنك لا ترسلي هكذا مغمضة العينين. ينبغي تحري المسجد، من يعرف هذا الإمام
هل يعرفونه ماذا يقوم؟ وخاصة الآن كثير من المساجد تنشئ مدارس تعليم القرآن خاصة بها، وتقوم عليه هيئة. الهيئة هذه ينبغي أن تكون معروفة للناس، وينبغي أن أعرف البرنامج الذي يعطى لابني. يعني لا أسلم ابني هكذا عشوائيا، وهذا من مسؤولية الأم ومسؤولية الأب. طبعا صحيح. يعني ينبغي الموازنة، الحفاظ على المسجد، ولكن في نفس الوقت نعرف من يقوم على هذا المسجد، لأنه ليست كل المساجد تقوم على منهج سليم. صحيح، مع الأسف يعني هناك الكثير من الطرق والطوائف التي علينا الحذر منها للأسف. سؤال هنا نختم به بإذن الله تعالى يتعلق بالجزائر بشقين. الشق الأول يتحدث عن سبب يعني اللهجة الجزائرية التي تصعب علينا فهمها العربية، مع أنه ابن باديس حاول أن يرجع الجزائر إلى لغتها العربية الأصيلة. والسؤال الثاني، ما هو مستقبل الجزائر والتوجه الإسلامي الجديد في الجزائر؟ أما اللهجة الجزائرية وعدم القدرة على فهمها فهذا حكم أنا لا أقبله، لأنكم أنتم تعرفون فقط بعض الأشخاص. زوروا الجزائر وتعرفوا على الجزائر، ستجدون أن الجزائر ليست هي العاصمة فقط، وليست هي فقط بعض المدن التي تدخل فيها بعض الكلمات الفرنسية. فالجزائريون يعني عربيتهم جميلة والله. ثم لأن الجزائريين لم ينتجوا أفلام ومسلسلات بلهجتهم حتى يتعرف عليهم الآخرون، إضافة إلى أن الجزائريين الذين تتعاملون معهم يتعاملون معكم بالعربية الفصحى، لأن ابن باديس زرع في وعيهم أن الإعلاء من قيمة الفصحى. وإلا اللهجة الجزائرية هي بعضها لهجة إدريسية، بعضها لهجة هلالية، بني هلال، وحتى يعني البربرية فهي بنت العربية، في كثير من كلماتها هي عربية. والإنسان إذا جهل شيئا صعب عليه. فتعرفوا. أنا حدث لي ربما بسبب عيشي خارج الجزائر، كنت لا أفقه كثير من اللهجات العربية، لكن بالمعايشة تتحول إلى بشكل بسيط. يعني حتى الإخوة الأكراد بلهجتهم الكردية لما عشت معهم انفتحت أمامي وصارت بسيطة وسهلة. والآن أفرق بين الفلسطيني والأردني واللبناني والسوري الشرقي والسوري الغربي والعراقي الشمالي بسبب المعايشة. هو المعايشة يعني تحدث نوع من الألفة، وإذا ألف الإنسان شيئا أحبه. والجزائريين حتى لو كانت لهجتهم صعبة، وإن كنت لا أسلم بصعوبة هذه اللهجة، لكن حاولوا تتعرفوا عليها، زوروا لا والله الجزائر. أما نحبكم السؤال في الله. الثاني، نعم. أحبكم الله. وأنا شخصيا لا أعرف أدرس بغير الفصحى، يعني هكذا يعني. أما سؤال الشق الثاني، الجزائر أرض الإسلام وستبقى أرض الإسلام، ويحتاج الإسلام فيها إلى نشاط أبنائها، والحياة والأمة تسير بقانون التدافع. فالتدافع يقتضي من أبناء الإسلام في الجزائر وفي غير الجزائر أن يبذلوا الجهد لحل مشكلاتهم. وكثير من أبناء الجزائر الذين يظنوا أنهم علمانيين هم في الحقيقة ليسوا علمانيين، وإنما ربما تفريط الدعاة فيهم وعدم الاهتمام بهم هو الذي جعلهم يظهرون كأنهم علمانيين. والحمد لله في الجزائر يعني ليس عندنا مشكلة تعددية مذهبية، والصحوة الإسلامية في الجزائر تحتاج فقط تنتقل من الصحوة إلى اليقظة كما قال الدكتور جاسم سلطان، وأن تنتقل أكثر إلى تحقيق منجزات أخرى، ولا تبقى تدور في نفس المكان الذي هو فيه، مثل بقية أقطار الأمة. يعني هذا بشكل مختصر، والله أعلم. جزاك الله عنا كل خير دكتور، يعني في هذه المحاضرة الماتعة التي تعلمنا منها الكثير، والتي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدكم علما ورفعة بإذن الله تعالى. نشكر لكم وقتكم الثمين وبارك الله بكم، ونسأل الله بإذن الله تعالى أن نلتقي على خير إن شاء الله في لقاءات قادمة.
اللهم في آمين. نهاية شكرا لك. حوارنا نعم نشكر جميع المستمعين، بارك الله بكم، ونسأل الله العظيم أن نجتمع بإذن الله مجددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.